صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح النور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. البنات، أنا بديت إن شاء الله معاكم هذا النهار بربطة تاع السكوم. حقيقة كنت بديت فيها وتفكرت قلت والله لن نشاركها معاكم وتشوفوا الطريقة تاعنا كيفاش نديروها. هذه الطريقة البنات بجهة الغرب، تقريبا قاع جهة الغرب يديروا نفس الطريقة. مهم هذا السكوم وفي جهة مصر، الكويت يعيطوا له اليوم، احنا نعيطوا له السكوم. هنا البنات شوفوا نقيته كامل، صبت فيه هاد العيدان مسعلجين كما احنا نقولوا شارفين، ما تقطعوهم يقعدوا فيهم هذاك كالخيوط تصيبوهم على بيها، فرستهم وهادو كامل نقيسهم. انا اختاريت غير كما احنا نقولوا السكوم اللي يكون طري، كي تخربي بيه هكا بالخدمي تاعك يكون طري. المهم جيب زوج تاع الفصوص، زوج لثلاثه دبر راسك انتيا واش تبغي. الثوم راها حاجه مليحه في الاكل، بالمعنى بغيتي ديري زوج ثلاثه اربعه شحال ما كثرتي تجي مليحه، بصح انا هنا ندير زوج خاطرش باش تبان بنت السكوم. هاد السكوم البنات راه دواء وعنده المنافع بزاف فيه. هذا القليع تاعه واعر، ومام هو في الذات تاعنا حاجه واعره، كما احنا نقولوا يداوي شحال من حاجه، ومنها يداوي المسالك البوليه حاشاكم. راه بزاف ناس يعطيوها لهم كوصفه طبيعيه، يستهلكوا هاد الخضروات كما احنا نقولوا السكوم. بصح كاين عاود كيما الخبيزه راها تزيد الدم. الخبيزه على بالكم باللي وكان تمشي عند طبيب راه بديل، يبدل لك كاع الدم تاعك تعدات. عرفوا باللي اي حاجه احنا ناكلوها راها لي هذا هو. المهم شتوني درت لها ساشيه ودرتها حاجه ثقيله ودرتها تبخر، من بعد غير ساعه البنات شوفوا راه طري ما تامنوش. هذيك كليتها. المهم ندير مقله، ندير شويه زيت وندير فيه هذوك الفصوص تاع الثوم اللي كنت درتهم من الفوق. هذوك راهم طايبين، غادي غير نمرسهم هكا بالفرشيطه. اللي تبغي الثوم البنات، اللي تبغي الثوم ما ديرها زعما مثلا فوق السكوم تبخر، ديرها نيشان كيما هكا كي يكونوا نقليو ونجبدوها تقطعيها وديريها تتقلى. انا الثوم هنايا عجبتني باش نديرها من الفوق، تعرفوا باش ما تبانش في السكوم. كي تخلوها كيما احنا نقولوا في الخبيزه، كي تاكلي تلقاي هذوك الفصوص تاع الثوم، بصح ما تديهاش بصح كيما هكا الهونيوم ديري فيه البيض وكل شيء بنا كيما احنا نقولوا الثومه باش تاكليها هكذا تجي باينه. هنا جيت نحط ساعه رشتني. المهم هنايا مع اني كنت خليتها شحال وهي تكتر. هنا نفرغه كامل وتولوا تمرسوه بهذيك الفرشات، تمرسوه كامل. هنا مع يكون عندكم طيب غايه بالخف يتمرس، مجرد انكم هكا تفوتوا عليه راه يتمرس. وما تنساوش انا مانيش دايره الملح هنايا، ما درت والو، خلوه. هنا بان لي شويه ناشف هنايا كي بديت نقلي فيه، قلت انا نغي هكا نزيد نمرسه شويه ونزيد له شويه زيت. خاطرش درت الزيت غير شويه، راكو عارفين احنا نقلو شويه من الزيت. يعني نحاول كامل الحبات هكا نمرسهم. نزيد شويه زيت هنايا خاطرش بانت لي المقله كاع ناشفه. المهم هاوني درت الملح. شوفوا البنات ديروا الملح، ديروه في الاول ماشي في الاول كيما احنا نقولوا كي تبداو تقلوه صاي هنا باش تخلطوه ديروا الملح. بصح الكمون البنات ما ديروهش درك. الكمون اذا درتوه هو عاده هو يتقلى يطلق لكم المروريه فيه. الكمون حتى الاخر تقريبا كاع نكونوا طيبناه باش ندير. نمشيو نجيبوا البيض ونبدو نفقسوا فيه. انا جبت 4 تاع الحبات تاع البيض ودرتهم فيه
والبنات حتى التحرك تاع البيض، انا انتبهت كاين اللي يجيهم، ما نكذبش عليكم، كي تخلطوه بزاف يجي مرس ما يجيش شباب، ومام كي يطيب بزاف يجي مرس. شوفوا البيض يليق لكم تخلوه شويه هكا يطيب بالتحت باش تعاودوا تخلطوه، باش يجي البيض مفرز فيه. هنايا كيما شفتوا ما درتهاش في الاول الكمون حتى لدركا باش درته. خلطوا غير هكذا، انيا الفرشة ما قديتش نحركها حتى لتحت، راكو عارفين الله غالب بالمقلاة قتلصق لي. شوفوا يجي شباب يجي شباب. مهم ها هنايا نفرغاه ونوريهكم ان شاء الله في صحن التقديم. ان شاء الله كون فدتكم، وما تنسوناش بالاشتراك وجام وشكرا، وان شاء الله اي حاجة استفادوا ونستفيد منكم. باي.